ايه العلاقة بين الفانوس والمكرونة؟ سؤال غريب جدا، بس دي كلها منتجات بتكسب كويس في رمضان، والسر هنا في التسويق. وده بسبب استغلال العادات الرمضانية. يعني ايه؟ الناس في رمضان مش بتبطل تعزم بعض، فبالتالي بيبدأوا يفكروا في ان هم يشتروا اكل وشرب اكتر علشان يكفيهم في العزومات اللي هم هيعملوها. فدايما بتلاقي المحلات الكبيرة بتستغل ده، بس محلات زي فتح الله وكارفور دايما بتلاقيهم عاملين عروض على الأكل والشرب، وتلاقيهم كاتبين على العروض لفترة محدودة. ليه بيعمل كده؟ علشان يخليك تحس ان انت لو ما اشتريتش دلوقتي هتخسر كتير، وهتلاقي بعد كده السعر اغلى. ففي الاغلب بتاخد قرار الشراء علشان تخلص القصة دي وتقفل الموضوع ده من على دماغك. الحاجة التانية هي استغلال الترند. اي منتج هيعرف يركب الترند في رمضان هيبيع كويس جدا. يعني مثلا هتلاقي فانوس بشكل غريب الناس ابتدت تشتريه وحباه علشان تزين البيوت بتاعتها، فبالتالي هيبدأ إن يركب الترند والناس تبدأ تشتريه. قول لي بقى، انت كام منتج اشتريته قبل كده من اعلانات رمضان؟